السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. حلقه جديده ومعانا اخبار كتير جدا. انتهى طبعا كاس العالم. الفيديو اللي فات اتكلمنا وعملنا احصائيات عن كاس العالم للانديه 2025. ونروح بقى للاخبار المحليه، الاهلي والزمالك والصراع صراع الصفقات. عندنا اخبار كتير جدا ان شاء الله. الفيديو ده يعجبكم باذن الله. طبعا النادي الاهلي عمل لحد دلوقتي 9 صفقات. قبل ما نبدا طبعا نترحم على كابتن ميمي عبد الرازق او الدكتور ميمي عبد الرازق، رحمه الله. تعرض لازمه قلبيه وتوفى. عايزين ندعي له بالرحمه. كابتن ميمي عبد الرازق كان مدير فني للنادي المصري، وكان راجل محترم جدا. يعني انا كنت الراجل ده انا بحترمه جدا، وكان راجل هادي جدا. شوف في الملعب ما بيعملش مشاكل. كان ساعات بيتعصب ويتنرفز، ولكن كان من الشخصيات المحترمه جدا. ومدير فني كان يعني من احسن المديرين الفنيين اللي موجودين على الساحه. ربنا يرحمه يا رب. ادعوا له بالرحمه وربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب. وسام ابو علي، الدنيا كلها مقلوبه على وسام ابو علي من بعد كاس العالم للانديه واللي قدمه وسام ابو علي مع النادي الاهلي في خلال موسم ونصف او موسمين تقريبا. آه، طبعا وسام يعني يعز عليا، بس انا قلتها من اول ما كاس العالم للانديه انتهى او مشوار الاهلي انتهى في كاس العالم للانديه. قلت لكم او قلت لاداره النادي الاهلي ان احنا ندور بقى على بديل وسام، لان خلاص وسام هيشق طريقه وسام مش هيكمل معانا. وانا قلت ده ونحضر البديل. يعني قلت للاداره شوفوا البديل وحضروا البديل بسرعه، بديل واثنين مش واحد بس. يعني شوف بديل نفس وسام فلسطيني او اللي مطروحين من مصريين. يعني زي ما شفنا ان عوده محمد شريف طبعا. ولكن وسام ابو علي يعني حقه. الراجل مكسر الدنيا ومبدع، وقلنا ان هو مش هيكمل في النادي الاهلي. شئنا ما بين إن وسام مكسر الدنيا مع النادي الاهلي، سواء بقى محليا او افريقيا او في كاس العالم. طبعا البطوله الاهم اللي ظهر فيها واللي خد رجل مباراه بورتو البرتغالي، واحرز هاتريك في البطوله من يعني. او قلت ده كله كان متوقع، وانا برضو يعني قلت ان خلاص وسام مش هيكمل في النادي الاهلي. طبعا ارقام وسام مع الاهلي في جميع البطولات. وسام لعب 60 ماتش، احرز 38 هدف وعمل 10 اسيست. خد 5 بطولات: بطولتين دوري مصري وبطولة سوبر وبطولة دوري أبطال أفريقيا. وخد البطولة اللي هي بتاعت ال3 قارات ديت، أو كأس ال3 قارات، كأس التحدي تقريبا هو اسمه كده. هي ما بتحسبش بطولة. في ناس بتقول لك مش بطولة وبتاع، بس يعني في ناس تانية هتقول لك دي بطولة. فأنا هحسبها بطولة زي على نفس المبدأ ونفس الخطوة اللي هم بيخطوها في أي حاجة، زي بطولة كأس السوبر المصري السعودي كده. فأنا هحسبها بطولة. فهو خد 5 بطولات مع الاهلي في خلال موسم ونص. طبعا وسام يعني لاعب فلسطيني كان بيتحسب مصري عندنا، مش لاعب اجنبي وكده. فكان مفضي مكان ليه لاعب اجنبي. فاحنا عندنا حلين: يعني نجيب لعيب فلسطيني برضو بنفس كفاءة وسام. احنا وسام ما حد كانش حد يعرفه. سبحان الله. يعني النادي الاهلي فعلا فعلا بيطلع اللعيب او بيجيبوا اللعيب. اللعيب بيظهر قوي وبيتنجم قوي، وكأن النادي الاهلي يعني هو الصبغه اللي بتحط فيها اي حاجه بيضاء تطلع منوره كده باللون الاحمر والبطولات وبيتنفخ نفخه غريبه. آه زي ما شفنا اللي حصل مع وسام. يعني وسام ما كانش حد يعرفه ولا كان. وكنا يعني اول ما جه النادي ده ربنا يستر بقى وما يعني يا ينجح يا يفشل. فسبحان الله ربنا كرمه ونجح. فهو حقه ان هو يعني يشق طريقه برضه. وده راجل محترف، احنا مش هنقول حاجه. ولكن ما تنساش يا وسام، يعني انا عندي رساله لوسام ابو علي. ما تنساش برضو ان جمهور الاهلي هو اللي كان واقف في ظهرك، هو اللي دعمك. برضو انت اتصبت في نص الموسم اللي فات دوت، وبعد كده رجعت في خلال كام ماتش. آه احرزت اهداف كتير وربنا كرمك وكسبت معانا بطوله.
يعني حاول تحسبها صح، حاول تحسبها صح. النادي الاهلي مش هيفرط في حقه، هو النادي الاهلي جايبك برقم وليه وفي عقد بينك وبين النادي. فيا اما تلتزم بالعقد ده، النادي الاهلي مش هيتلوي دراعه عشان نبقى متفقين. وانا مع النادي الاهلي ان وسام يقعد دكه لو هو مش راضي يلعب، لان انت مش بمزاجك، انت ماضي عقد. والله لعبت واديت عقدك دوت او قيمتك بتعلى. ما لعبتش واتمرطت وقعدت دكه محدش هيشوفك. ده يعني حاجه واضحه جدا وصريحه. انت دلوقتي بتلعب والمدير الفني اللي في ايده بقى ايه القصه دي، لان احنا كنادي اهلي لا جماهير بتضغط على اداره ان هي تجيب لعيب او تمشي لعيب او تقعد لعيب او تلاعب لعيب جوه الماتشات. احنا ما بنعملش دوت، احنا سايبين، احنا في ظهر الاداره بتاعتنا اللي هي معانا في الفتره اللي هي بتاعتها من الخبايا اللي هم الاربع سنين وكده. احنا معاهم في ظهرهم. الاداره مديه صلاحيات للمدير الفني، انت الرئيس بتاع المركز، فما حدش بيتدخل مع المدير الفني. فالمدير الفني اللي في ايديه ان هو يلعبك او ما يلعبكش او يلاعب عليك حد. هو شايفك كويس هيلاعبك، شايفك مش قد كده هيلاعب واحد عليك. طب انت جيت ما كانش فيه طبعا مهاجمين في الاهلي، ومحمد شريف خدها من قصيرها ومشي، وكهربا طلع لك اعاره ومشي، وكولر كان بيلاعبك ومعتمد عليك بشكل اساسي. ربنا كرمك بقيت رقم واحد في النادي الاهلي. وطبعا طبعا انك انت من اصول فلسطينيه، الجماهير وقفت في ظهرك، جمهور مصر كله. اي فرقه انت كنت لما بتجيب جون في اي فرقه جماهيريه بنلعبها في الدوري كان الفرقتين بيفرحوا لك، مش الاهلي بس، مش جمهور الاهلي بس، لا الجمهور كلها. سواء احنا او ما كنا بنلعب اسماعيلي او اتحاد او مصري او زمالك حتى، كان والله الناس فرحانه بيك ومبسوطه بيك وما كانوش بيتضايقوا لما انت بتجيب جول فيهم. فدي حاجه انت المفروض تحطها في دماغك وتستوعبها، ان انت في مصر بتتعامل على انك مصري فعلا. يعني دي حاجه المفروض تفكر فيها. هتلعب وتأدي تمام. النادي الاهلي عرض ان هو مش هيبيعك اقل من 10 مليون، جالك عرض ب 8، هتدفع 2 مليون وتمشي، اوكي. زائد طبعا مزايا اللي هي 2.5 مليون دولار. فالاهلي مش هيبيعك اقل من كده. ما هو مش هيديك مثلا انت باقي في عقدك هيديك 8 مليون لحد ما عقدك يخلص، وهو مش هيستفاد حاجه. ما هو جايبك ليه؟ هو جايبك هتلعب بال 8 مليون دول الثلاث سنين اللي باقيين لك. والله لعبت واديت تمام، ما لعبتش واديت خلاص، هو كده كده ماضي معاك عقد وملتزم بيه، وهيقعدك بيهم دكه لو انت اتمرطت او ما لعبتش. هو كده كده انت اتمرطت، ما رحتش المعسكر او ما رحتش كان عندك اشاعه ما عملتهاش، اتخصم من عقدك 5%. ده عقد ودي لائحه. ما رحتش المعسكر 10%. مرات تاني وما حضرتش تدريبات هيتخصم منك. انت ماضي عقد معانا هتلتزم بيه. انت بقى لو محترف هتلتزم بيه، هتلاقي الدنيا حلوه وهتلاقي عقدك ممكن في الشتاء اللي جاي تتباع برقم اللي الاهلي عايزه. مش هتلتزم بيه، خلاص يا باشا اقعد ومفيش مشكله عندنا. واحنا كجمهور احنا مع الاداره في اي حاجه تعملها. هتقول للمدير الفني بقى انت رقم واحد والكلام، ما مش عنده الكلام دوت. هو الراجل شايفك كويس وهتنجحه هيلاعبك، شايفك وحش ومش قد كده وبتتمرد وبتعمل هيقعدك دكه اكيد. بس فدي قصه وسام برضه مش هنحرق فيها كتير. والجمهور هو اللي عملك، والجمهور هو اللي عنده استعداد ما يعني ما يشوفكش تاني. مش هيشوفك خلاص. احنا ما بنقفش على حد، يعني ياما جه قبلك وياما هيجي بعدك. احنا النادي الاهلي ما بنقفش على حد. هتلعب وتأدي، الجمهور هيشيلك فوق دماغه. وتسيبك بقى من كل الحاجات واللي حصل ده كله، حتى لو المفاوضات وقفت ومفيش انتقال لاي فرقه، حتى فريق قطر اللي كان مقدم عرض 8 مليون دوت. آه، العب وودي واحنا معاك. والله احنا مش هنزعل لك ان انت تتنقل لفريق وبتاع، وانت راجل محترف، ما عندناش مشكله خالص. زي ما جيت زي ما هيجي غيرك، ما عندناش اي مشكله معاك. طبعا عوده محمد شريف لبيته. محمد شريف انا كنت بحبه جدا وما زلت طبعا بحبه جدا، ومستني منه بقى ان هو يعني. فاكر بقى يا محمد يا شريف لما كنت بنلعب 4-4-2 وانت بتودي اسيستات وجوان والكلام دوت؟ ارجع تاني اعمل ده. محمد شريف بيرجع للنادي الاهلي بعد
رحله في الخليج. طبعا شريف كان بيقول كانت رغبتي دايما العوده للاهلي وعشت العاب العوده اليه، ادرك حجم المنافسه القويه مع زملائي في مركزي لكنه احب هذا التحدي واطلع عليه. طبعا انا شايف ان انت ان شاء الله هتكسر الدنيا في الموسم الجاي، ومحمد شريف ان شاء الله لو لعب بنفس الاداء اللي كان بيلعب بيه لما خد هداف الدوري ب 19 هدف ولا 18 هدف هيعملها تاني وتالت، لان الراجل ده يعني الكرة بتحبه، يعني الجون بيحبه. في لعيبه مش حريفه قوي، مش مهاريه قوي، و... 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 وربنا كرمها ومسلكها معاهم. وفي لعيبه تانية ما شاء الله عليها زي ما نشوف في فرقه تانية يقط 2 3 4 ويجيب جون بس بيخسر في الاخر 3-1 او 2-1. انما جوان شريف يعني ما شاء الله الكرة بتحبه، او الكرة الجون بيحبه. فسهل جدا ان محمد شريف السنه الجايه ياخد هداف البطوله ان شاء الله، او هداف الدوري. آه، طبعا الاهلي تعاقد مع لعيبه كتير بقى من اول من قبل كاس العالم لحد دلوقتي الاهلي عمل 9 صفقات. ايه هم؟ طبعا اخر صفقه هي ياسين مرعي مدافع في نادي فاركو. تمام. بس خلينا بس نبدا يعني بزيزو، لان الصفقه دي بصراحه صفقه صفقه القرن. احمد سيد زيزو قادما من صفوف الزمالك، دي للتاريخ مانشيت كده، ده للتاريخ. احمد سيد زيزو قادما من صفوف نادي الزمالك في صفقه انتقال حر ببلاش يعني، ومضى عقد مع الاهلي 4 سنين. فدي القنبله المفروض نزلت على 100 عقبه، وبيحاولوا يعني يفوقوا منها ومش عارفين. طبعا احنا هنروح للزمالك يعني عشان نشوفهم عاملين ايه يعني بعد القنبله اللي حصلت عندهم دي. طبعا هم نسيوا بقى في امام وفي بن شرقي وفي من قبل كده مؤمن زكريا واسلام الشاطئ، يعني كذا لعيب، ومعتز ايدو لو تفتكروا. يعني شفنا لعيبه كتير قوي من عنده، ولكن الاهلي يعني زي ما بيقول كده فاتحها على البحري. النادي الاهلي فاتحها على البحري وبياخد اي حد هو عايزه، حتى لو من نادي الزمالك جوه هياخده. وبعد كده تاني صفقه بقى سيحه جاي من المقاولين العرب مقابل 20 مليون. بص يا عم، يعني احلى حاجه في الاهلي لما بنعمل سيرش حتى بربع جنيه، على راي اخويا وسام سالم، بنعمل سيرش بربع جنيه بنلاقي التفاصيل واضحه وصريحه والدنيا لذيذ اللذيذ كله. انما هنروح الناحيه الثانيه والله مع يعني بسرش كتير، انا قعدت مثلا ساعتين بسرش في الصفقات بتاعت الزمالك. انما الاهلي يعني الموضوع في ثانيه الا ثانيه انا خلصت الكلام وجاي التفاصيل واضحه وكل حاجه واضحه بالنسبه لي. صفقات النادي الاهلي جابنا محمد سيحه قبل طبعا كاس العالم طبعا من المقاولين مقابل 20 مليون وعقد برضه 4 سنين. دي تاني صفقه. تالت صفقه صانع الالعاب التونسي محمد علي بن رمضان جاي من فريق فرينك فاروزي المجري، هو اسمه كده فرينك فاروزي المجري، مقابل 1,800,000 دولار لمده برضه 4 سنين. الارقام واضحه، 4 سنين. الصفقه بكام؟ هي يعني جاي من انهي نادي؟ الكلام ده كله موضوع سهل جدا. بن رمضان لعيب كبير جدا، وهتشوفوا بقى يعني في افريقيا ايه اللي هيحصل. الراجل دوت لما كان بيلعب قدامنا قبل كده كان من اللعيبه اللي تخد. فهنشوفه بقى مع الاهلي. يعني بجد انا بشكر مجلس اداره الاهلي الكابتن محمود الخطيب على الصفقات اللي من شمال افريقيا، سواء بقى علي معلول، بن رمضان، يحيى عطيه الله. الناس دي انا كنت بسمع اسمها لما بنيجي نلعبهم كنت بترعب، اللي هو انا مش بترعب طبعا، انا واثق من الفرقه، بس فعلا لعيبه تخد، لعيبه تقيله. ده قصدي ان لعيبه تقيله بتفكرني بابو تريكه وبركات ومتعب وغالي والناس دي. لا لعيبه بجد في مراكزها كويسه، فلما انت تجيبهم عندك دي حاجه بتفرحني جدا، بتفرحني جدا من الاداره ومن اللي بيعملوه مع النادي يعني بصراحه. والصفقه الرابعه برضو اللي ما خدتش حقها محمود حسن تريزيجيه. آه، لعيب كان بيلعب في اوروبا وجاي من طرابزون التركي مقابل 1,600,000 يورو لمده 5 سنين، اللي هو اصلا يعني تريزيجيه بالنسبه لنا يعدي ال7 و8 مليون، ويعدي اكتر من كده كمان لو في دوري غير الدوري التركي. ولكن الصفقه بتتم ب1,600,000 يورو برضو لمده
آه، 5 سنين بقى. يعني ابننا برضو يعني بعد رحله احتراف ناجحه جدا، وانا شايف ان لو كان كمل في الدوري الانجليزي كان ممكن يعمل حاجه اكبر من كده. ولكن وكيله برضو ما كانش يعني على نفس خطى محمد صلاح. الوكيل بتاع محمد صلاح كان ده وكيل ده، وكنا شفنا او مرموش مثلا وكيله وداه فين. كنا شفنا تريزيجيه في حته تانيه في الكام سنه اللي فاتوا دول. فالحمد لله تريزيجيه ابننا بيرجع تاني، وبرضه بمقابل مادي. يعني اعتقد ان هو احنا جبناه ببلاش الا ربع كده. تريزيجيه ده هتشوفوه الموسم الجاي برضه هيعمل ايه مع بن رمضان وبن شرقي وزيزو والناس دي. ربنا يسترها على الفرق يا رب. بعد كده المدافع مصطفى العيش، دي الصفقه الخامسه بقى. مصطفى العيش من صفوف نادي زد اف سي مقابل 60 مليون جنيه، يعني بتتكلم في حوالي مليون و100 الف دولار، بعقد برضه لمده 4 سنين. مصطفى العيش انا بحب اللعيب ده جدا يا جدعان. مصطفى العيش لمسته للكوره، هو راجل مدافع انا مستنيه. يعني انا مستنيه زي محمد عبد المنعم كده، عنده ثقه، لمسته للكوره حلوه، الباص والاستلام بتاعه. يعني بنشوف حاجه في الراجل ده، وهيعمل حاجه ان شاء الله. لمسته حلوه جدا للكوره. انا مصطفى العيش ده انا بحبه جدا بصراحه. لعيب خفيف كده وسهل زي اللي جاي، اللي هنقوله اللي جاي الصفقه السادسه بقى. احمد رمضان بيكم من فريق سيراميك كليوباترا مقابل 10 مليون جنيه، يعني بنتكلم في حوالي 200 الف دولار لمده موسم على سبيل الاعاره. برضه بيكم كان من ناشئين الاهلي برضه، وابننا بيقدم مستوى رائع جدا، وشفناه في ماتش الودي قبل كاس العالم، وشفناه في ماتش الاخير في كاس العالم في ماتش بورتو. برضه يعني لعيب كويس جدا وبيلعب بعقله. فلعيب كويس جدا، وهنشوف ان شاء الله السنه الجايه مبدع باذن الله. والصفقه السابعه محمد شريف من صفوف نادي الخليج السعودي في صفقه انتقال حر، فري برضه، فور فري زي زيزو كده. والصفقه الثامنه ياسين مرعي من فريق فاركو لمده 5 سنين. المدافع طبعا اللي ودي الصفقه الوحيده اللي معناش تفاصيل القيمه الماليه بتاعتها. وبرده احنا جبنا محمد شكري الصفقه التاسعه بقى اللي ما قلناهاش. محمد شكري طبعا الباك الشمال برده ابننا ورجع لنا، آه، بيرجع تاني للنادي الاهلي من سيراميكا، وان شاء الله يعوض. يعني زي ما بنقول كده، معلول طبعا ما يتعوضش، ولكن ان شاء الله نشوف بيقدم اداء كويس بعد ما رجع لبيته تاني. بعد ما قدم برضه عروض كويسه، ولعب مع سيراميكا، احرز حوالي 6 اهداف او احرز 5 اهداف، وصنع حوالي 11 هدف محمد شكري. فطبعا انا اهم حاجه يهمني الصناعه. انا مش عايزك زي تبقى زي معلول، انا عايز اشوف عرضيات، والمهاجمين اللي جوه هيودوا. انا نفسي اشوف ده، وتروح وترجع والحاجات دي في الدفاع، وتبقى لعيب يعني. نشوف منك بقى حاجه كويسه عشان خاطر تستمر في المركز دوت ان شاء الله. طبعا عندنا خبر بقى يعني بعيدا عن صفقات الاهلي، في النص كده كابتن وائل رياض. آه، الموضوع بتاع الجلابيه، الراجل اللي كان عايز طبعا كابتن وائل رياض عايز يعني في القانون ما يسمح بدخول الناس بالزي التقليدي بتاع الفلاحين والصعايده. الجلابيه طبعا مش حاجه وحشه خالص، يعني ده زي التراث بتاعنا. شفنا باسم يوسف في جاربز جوت تالنت طالع بالجلابيه والقفطان والطاقيه بتاعت الفلاح المصري الاصيل. كابتن وائل رياض طبعا متضايق ومستاء من اللي حصل، الواقعه اللي حصلت بتاعت الراجل اللي كان داخل يشوف ابنه، والامن منعه من دخول المدرجات عشان يتفرج على ابنه. فطبعا كابتن وائل رياض يعني بيتكلم في حاجه مش عيب. يعني ايه المشكله اما حد يخش بالزي او التراث التقليدي او الرسمي؟ الزي الرسمي ده بتاع الفلاح المصري او الصعيدي، يعني حاجه كويسه جدا والمفروض تشرفنا. بنشوف في السعوديه والامارات وقطر والكويت ودول الخليج كلها بيلبسوا اللبس ده. يعني ده هم يعني وساعات بنشوفهم في مؤتمرات وبنشوفهم في حفلات بالزي ده. ليه احنا برضو عايزين نتخلى عن الزي بتاعنا او التراث بتاعنا؟ دي حاجه يا جماعه، يعني المفروض احنا اللي نقلد الصعيد والفلاحين في اللبس بتاعهم.
ونروح المؤتمرات والحفلات والماتشات بالزي ده. ايه المشكله؟ دي حاجه جميله. ايه المشكله؟ انا مش شايف فيها مشكله. وطبعا كابتن وائل رياض معاه حق جدا في اللي هو بيقوله. وبدأ الجدل بمنشور للكابتن وائل رياض المدير الفني المنتخب 2007 انتقد فيه منع ولي أمر من تشجيع ابنه في أحد أندية لمجرد ارتداء الجلابية، وصفة الجلابية بأنها مش وصمة عار وجزء من تراثنا وأصلنا المصري. طبعا معاه جدا، معاه جدا طبعا. إمام عاشور، امه، اتنقل اخبار كده كاذبه ان امام عاشور متضايق، او امام عاشور عايز برضه هو كمان يشوف عرض بره. يا جدعان انتوا اي حاجه بتقولوها وخلاص. هو اي حد عايز يتكلم او يتشهر يطلع يقول اي كلمه مضاده او عكس التيار مع النادي الاهلي وخلاص عشان يتشهر؟ طبعا يعني امام عاشور استمر في النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف عمل جلسه معاه عشان يمد عقده. هو عقده باقي له 3 سنين، فعمل جلسه معاه عشان يمد له عقده ويعدل له ايه القيمه الماليه بتاعته او المرتب بتاعه السنوي. لانه طبعا امام عاشور مقدم اداء رائع جدا خلال الموسم اللي فات، كان شايل الفرقه بطريقه برضو رهيبه. فاحنا كدورنا هنقدره والله. وامام عاشور انا شايف ان هو مستمر مع النادي الاهلي، ولا بقى هيمشي ولا هيروح الخليج ولا الكلام دوت. يعني سيبوكم من الكلام دوت. محدش يعني يصدق اي حاجه، اي حد يقول اي حاجه كده ما تصدقهاش غير لما يطلع بيان رسمي من النادي الاهلي على صفحته على الفيسبوك او قناه النادي نفسها او بعض الجرايد الموثوق فيها ان امام عاشور خلاص مشي ومضى عقوده وسافر. غير كده ما حدش صدق اي حاجه، ولا على وسام ولا على امام ولا على عزيز ولا على اي حد. عشان برضو في حد طلع قال المفروض ده كده اوضه اللبس مولعه بسبب زيزو وبسبب وسام ومش عارف ايه، وان اداره الاهلي المفروض تفكر ان هي تبيع وزيزو وتبيع وسام وتبيع امام وتبيع بن شرقي ونفضي الفرقه. يا عم الله يبارك لك. انت مين؟ انت عايز ايه؟ انت مالك؟ انت مالك اصلا بجد والله؟ انت مالك؟ مالك انت بالفريق؟ وعرفت منين ان غرفه اللبس مولعه وفي مشاكل واللعيبه متضايقه من مرتباتهم؟ انت مالك يا عم؟ يعني انت اللعيبه اللي بتيجي انت في انت شفت انا قلت لك الصفقات وعديت لك 9 صفقات. هل ال9 صفقات دول جايين عشان خاطر فلوس والكلام دوت؟ طبعا الاهلي بيديهم مرتباتهم وبيعملوا احسن فلوس في حياتهم في مصر، من ناحيه بقى اعلانات وشهره ورعايه والناس كلها يعني ما بيعرفوش يمشوا في الشوارع اصلا كده زي الناس العاديين. اللعيبه او اي المدير الفني شفناه في المعز. انت مالك؟ مالكش دعوه يا عم. دي صفقات الاهلي اهي. احمد مصطفى زيزو انتقال حر من الزمالك، انتهى عقده من الزمالك. محمد شريف انتهى انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي. تريزيجيه انتقال من نادي طرابزون سبور التركي. محمد علي بن رمضان انتقال من نادي فرنكفاروزي المجري. محمد شكري انتقال من سيراميكا. احمد رمضان بيكم من سيراميكا. ياسين مرعي من فاركو وسيحة من المقاولين. واليو ديانج بعد انتهاء اعارته لنادي الخلود السعودي. فرقه خافوا بقى. اخر حاجه بقى للنادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. طبعا الاهلي زي ما انتم عارفين في معسكر في تونس من يوم 11 وهيخلص يوم 27 تقريبا. اخر ما حاجه بنزرت التونسي بيعلن مواجهه الاهلي وديا يوم 25 يوليو. هنشوف طبعا. اتفرجوا بقى على الماتش يعني انا او شوفوا الاحداث ايه اللي هتحصل في الماتش دوت. شوفوا الاهلي والجماهير هناك قد ايه، وكم حد هيتفرج على اليوتيوب والفيس والكلام دوت، كم حد هيتفاعل مع بوستات خبر الماتش بس. عشان زي ما بقول لكم في الفيديوهات اللي انا بعملها قبل كده ان الاهلي في حته تانيه واحنا في حته تانيه والله. كابتن مصطفى يونس. يعني طبعا انا بقول كابتن مصطفى يونس، المفروض ما اقولش كابتن عشان هو بس هو راجل يعني اكبر من والدي فلازم احترمه واقول كابتن. انا مش هتكلم عليه كتير. إحالة العضو مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. كابتن مصطفى أنا طبعا ما وعدتش عليه طبعا استحالة، وما عملت سيرش عليه بربع جنيه سيرش لوسام
وحسام سالم اخويا بيقولوا انا ما عملتوش على كابتن مصطفى لعب قد ايه وعمل ايه وحقق ايه وانجازات ايه، محدش هيفتكره اصلا. علشان خاطر لما انت تطلع تشكك في الذمه الماليه بتاعت كابتن محمود الخطيب والاداره والاجهزه الفنيه بتاعت الناشئين وتقول كلام علشان خاطر الناس تجيب سيرتك، يا كابتن عيب، احترم سنك يا كابتن. انا مش هقول لك حاجه اكتر من كده، ومحدش يقلده عشان والله الجمهور ما هيرحمه. والله احنا كجمهور اهلي ما بنرحمش حد يقرب من النادي والاداره واللعيبه، الا طبعا يعني الناس اللي هي ايه مش شايفه شغلها او اللي بيفكر ان هو يمشي كده، انما اللي ماشي كده احنا واقفين له بالدرع والسيف. كابتن مصطفى يونس، احترم سنك يا كابتن، وبعد اذنك ما تتكلمش تاني عن النادي الاهلي. طبعا القانوني احنا ماشيين فيه، والكابتن محمود الخطيب يعني هيشوف حق النادي وهيجيب حقنا، لان طبعا مش اي حد يطلع، يعني مش اي حد بقى خلاص عايز خلاص يتشهر بقى على قفا النادي الاهلي. بقت الناس كلها كده، ما عايز تجيب الناس ما مش فاكراك بحاجه حلوه، يلا نخش عكس الاتجاه زي ما متعودين. زي واحد تاني برضه يعني، اهو ده كابتن محمد عماره، او محمد عماره، مش كابتن هو، انت مش كبير برضه عشان اقول لك كابتن. محمد عماره اللي افتكره له انه لعب 4 سنين، لعب 4 سنين معانا. لعب 4 سنين معانا يعني، ده اللي انا افتكره مثلا، يعني من 2002 ل 2004 هو لعب سنه 6 ومن 96 ل 98 تقريبا، عشان مش متاكد اول معلومه، اللي انا المتاكد منه اللي كنت واعي عليه عندي 6 7 سنين، من 2002 ل 2004 ده اللي انا كنت بشوفه، كنت بقى واعي على كابتن محمد عمر وبتفرج على ماتشات الاهلي زمان. فكان لعيب كويس الى حد ما، بس 4 سنين واشتغل على فكره في النادي الاهلي في الناشئين سنه 2008 تقريبا او حاجه كده، او 2006. اشتغل موسم تقريبا وبعد كده ايه مش يعني اشتغل في النادي بعد ما اعتزل تقريبا. مالك بقى في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ برضو اي حد عايز يتشهر على قفا النادي يطلع يقول كلام. هو ده اللي قال بقى حوار ان النادي الاهلي، او انا بقول لي بنصح الاداره تبيع زيزو وتبيع مش عارف بن شرقي وتبيع امام وتبيع وسام والكلام ده. انت مالك برضو بعد اذن حضرتك؟ انت مال حضرتك؟ انت مالك؟ مالك بالفرقه يا عم؟ انت يعني ايه تاريخك؟ انت مش ابن النادي عشان خاطر تطلع تتكلم او تنصح الاداره. اذا كان احنا كجمهور ما نقدرش نقول الكلام دوت ننصح الاداره ان هي تبيع اللعيبه دي، واحنا تعبنا وشقينا سنين مع كابتن الخطيب من 2018، 7 سنين عشان نعرف نجيب لعيبه بالمستوى ده. فانت بكل بساطه جاي بتنصح الاداره تبيعهم ليه يا عم؟ يا عم انت مالك يا عم؟ ومين قال لك ان الاوضه مولعه؟ ولو الاوضه مولعه برضه انت مالك؟ يعني انا مش شايف ان انت المفروض تتدخل في حاجه زي كده بصراحه. اخطات وبتهدد الراجل ده يعني. انا اي حد بيقرب من النادي الاهلي يا جدعان قانوني، لو هو قانوني نفسه بيتحط عليه، يعني لو هو رجل قانون بياخد حكم بمحكمه وبيتحبس، بيجي له حكم حبس. فما بالك انت يعني؟ ربنا يكون في عونك وتعرف تواجه اللي هيحصل معاك. عشان اتطرق له كتير، عندنا بقى اخبار مع نادي الزمالك. انا اخترت طبعا الخلفيه دي اللي محطوطه العلم الشعار بتاع الزمالك محطوط جوه الاحمر ده كله، عشان خاطر انا زي ما قلت قبل كده في اول فيديو، وقلت في كذا فيديو ان احنا عايزينه يرجع تاني لمركزه الطبيعي اللي هو المركز التاني. فطبعا اخترت الخلفيه دي ان هو ان شاء الله احنا نساعده ونديله كام لعيب كده، او يعني برضه هو بيقلدنا شويه تقليد اعمى، بس ايه بيحاول يقوم. هو ما خدش بالنصيحه اللي انا قلتها انه يدور على الناشئين ويصعد ويجيب لعيبه مغموره وهم هيتطوروا معاه وهيبقوا كويسين، ونفكنا بقى من الصفقات المقلوبه والمضروبه الايه اللي الناس الوكلاء بيضحكوا عليكم بيها، وفي الاخر اللعيب بيطلع فيستك وايه ويروح يشتكيكوا في الفيفا عشان ما بتدلوش مرتبه طبعا. نادي الزمالك اخر حاجه برضو دي لعيب اسمه ادم كايد، لاعب فلسطيني. ادم حمزه لاعب كره قدم محترف جناح ايسر في نادي
ناك بريدا الهولندي، مولود في السويد وبيلعب مع المنتخب الفلسطيني. هو عنده 23 سنة. فدي آخر حاجة أو آخر صفقة الزمالك بيخلص فيها اللاعب آدم كايد. هو آدم كياد أو آدم كايد حاجة كده يعني، برضو اسم اللعيب ده اختاروا اسم تاني يا جدعان. مش عارف الزمالك ماله. طبعا صفقة مهدي سليمان طبعا خلص فيها نادي الزمالك صفقة انتقال حر. المهدي سليمان حارس كان كويس جدا، يعني بشبهه بابو جبل شويه، بس هو حارس كويس، هو مش وحش. هو اي نعم الاحصائيات لعب 310 مباراه ودخل في مرماه 302 وطلع 115 مره بشباك نظيفه. هو طبعا يعني الارقام كويس، لو بيلعب في فريق فيه دفاع كويس ودفاع قوي المهدي سليمان هيبقى حارس كويس. فصفقه على قد ما هو عنده 38 سنه، ولكن صفقه كويسه. انا شايف ان هو صفقه كويسه، بس هل هيلعب على عواد؟ هل عواد وصبحي هيقعدوا له دكه؟ الله اعلم، بالذات عواد. الصفقه الثانيه لعيب عمرو ناصر. آه، عمرو ناصر طبعا آه، لعب 71. هذه الصفقه الثانيه لنادي الزمالك او الصفقه اللي قبل الاخيره. لعب 71 مباراه، سجل 16 وصنع واحد، صنع هدف. وقيمته التسويقيه 600,000 يورو. انا ما اعرفش والله هم جابوه بكام. الصفقه مش التفاصيل الماليه مش معلنه عن للعيب ده، ولكن هو يعني تقريبا بتتكلم في حوالي 25 30 مليون جنيه. والله اعلم برضو ما جابوه بكام. فعمرو ناصر هو بيلعب مهاجم. واحمد شريف. احمد شريف لعب 130 مباراه، دي الصفقه الثالثه لنادي الزمالك. لعب 130 مباراه، سجل 15 هدف و6 اسيست. برضو ده جناح، برضو الصفقه بتقريبا حوالي 25 مليون او 30 مليون. واخر حاجه بقى الصفقه الرابعه شيكو بانزا، اللاعب الانجولي. الزمالك بيتعاقد معاه لمده 4 مواسم. شيكو بانزا عنده 26 سنه، بيلعب جناح ايسر. قيمته التسويقيه حوالي 800 الف يورو، يعني بتتكلم برضو في حوالي 48 50 مليون جنيه تقريبا حاجه كده. لعب ل7 انديه، لعب لبيترو اتلتيكو الانجولي طبعا عارفينه، بنشوفه ده في الكونفدراليه او في افريقيا. نادي اسمه لوكسينس البرتغالي، ومارتيمو البرتغالي طبعا عارفين مارتيمو طبعا. ونياس لاميس القبرصي، واكسلوتيمو القبرصي. هو لعب يعني لعب لانديه كتير، 7 انديه. لعب 118 مباراه، سجل 20 هدف وصنع 17. يعني 7 انديه. الحصيل حصيلته 37 هدف. متهيألي احنا عندنا باك او الجناح عندنا بيجيب اكتر من كده. فمش عارف هل شيكو بانزا دوت هيبقى حاجه مختلفه مع الزمالك ولا لا، الله اعلم. احمد عبد القادر. احمد عبد القادر انا لعيب بحبه جدا، بحب كورته جدا، ولكن يا احمد يا عبد القادر، انت ما اتفرجتش بربع جنيه على ابو تريكه. مهاره، سرعه، اداء، فينش، تسليم بقى، اسيستات، تجيب اجوان، الكلام ده ما كناش بنشوفه. اوضه الفرقه كلها اللي بنلعبها، وفي الاخر بتضيعها يا اما بتباصي غلط في الاخر. فده مش بتاعتنا، احنا ما بنحبش ده. احنا بنحب الكرة حلوة، تلعب وتقط وتعمل الحاجات دي، والمهارات الجميلة دي بنحبها، بنشوفها وشفناها مع إمام عاشور وبن شرقي. ولكن رحت فين في الآخر؟ أنت عملت بتعمل ال 98 أو 99% من شغلك في الملعب، والواحد في المية اللي هي محتاجينه ما بنشوفوش. وده كان مشكلتنا معاك، او مشكله كل المديرين الفنيين والاداره ومجلس الاداره. الرؤيه بتاعتهم ولجنه التخطيط بتشوف اللعيب فعاليته ايه، حصيلته ايه، الناتج بتاعه ايه. النهايه انت ايه مشكله ان انت تقط وتعمل وبتاع وفي الاخر تضيع الكوره؟ يا فرحتي، انت لعيب كويس جدا ولكن في الاخر عملت ايه؟ كناش بنشوف ده. فدي مشكلتنا معاك. فانت
في ناس طلعت قالت ان هو شبه نادي الزمالك قوي، فعلا هو شبه نادي الزمالك قوي، واحنا مش هنزعل ان احمد عبد القادر يروح، بالعكس روح يا عم نادي الزمالك مفيش مشكله. آه، ولكن بقى الناس تطلع تسخن والناس تقول لك دي الصفقه اللي بنرد بيها على زيزو ومش عارف ايه، مفيش الكلام دوت. شوفوا ارقام احمد عبد القادر ايه مع الاهلي وارقام زيزو مع الزمالك كانت ايه، واعمل كده تشينج كده، ريبليسنج بين احمد عبد القادر وزيزو، شوف احنا ما كسبانين ولا انتوا. لو انتوا بتقارنوا بين الصفقه دي والصفقه دي، مع ان انا شايف كل الناس بقى هي اللي تقول، انا مش هقول حاجه. وتناولت التغطية عودة أحمد عبد القادر مؤخرا لصفوف النادي الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري اللي شهدت تألقه اللافت، حيث شارك في 17 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع هدف، يعني حوالي 50% من مشاركاته جاب فيها أجوان. آه وده رقم كويس مع فريق خليجي أو فريق قطري. طبعا الدوري القطري ملوش متابعة زي الدوري السعودي دلوقتي، ولكن برضه آه يعني أرقامه كويسة اهي هناك. لما يعني لو ربنا كرم ان شاء الله، طبعا صعب تلعب على زيزو وبن شرقي والناس ديت سواء هنا او هنا، وتريزيجيه طبعا. ولكن لو جات لك فرصه ان انت هتلعب معانا سيزون او لحد فتره الانتقالات الشتويه لحد اما يجي لك عرض كويس، وجات لك فرصه ولعبت، اثبت للاداره وللجماهير وللمدير الفني ان انت تستاهل تلعب. لان احنا برضو مش هنسيبك كده فري، يعني احنا برضو انت لسه ما باقي لك تقريبا في عقدك سنه او كده، فمش هنسيبك فري. اتعرض علينا مليون ومئة ألف دولار من نادي الحزم السعودي، بس في مشكلة، هو عايز بالعقد سنتين والحزم عايز لا 3 سنين. فطبعا الصفقة اتوقفت طبعا بسبب ان نادي الحزم مصر على ان العقد يكون 3 مواسم. في عروض بقى تانية لعبد من فريق سيراميكا، برضو وقفت بسبب مطالب عبد القادر. بقى عبد القادر عايز 18 مليون في السنة، ونادي سيراميكا عارض عليه 11 مليون بس في السنة. يعني احنا بنسمع ارقام بجد يعني اقسم بالله غريبة. يعني هو عايز 18 مليون، ليه يا عم 18 مليون؟ ما تمشيش على الحيطة يعني. وفي الساعات الأخيرة بقى شهدت تسريب أنباء قوية داخل نادي الزمالك تفيد بوجود صفقات مكثفة مع عبد القادر. الزمالك بقى يعني عايز يخلص فيه، ولكن برضو يعني ما انت مش هتخلص فيه مع الاهلي بقى، هتضطر تقعد بقى وتفاوض وتعمل، والنادي الاهلي يا وافق يا ما وافقش. وطبعا ده استحاله يحصل، عشان انا برضو نكون صراحه مع بعض، مش هتحصل ان الزمالك ياخد لعيب من الاهلي ويدفع له فلوس والكلام ده. ممكن يروح سموحه او سيراميكا او اي فريق، والزمالك هو اللي يدفع له فلوس الصفقه ديت وال 18 مليون ويحطوا له في العقد وشرط جزائي ومش عارف ايه، وبعد كده الزمالك ياخده من النادي ده. انما ان الزمالك يقعد مع الاهلي على ترابيزه و آه، يقدم له عرض ويوافق او ما يوافقش ويخلص فيه مع الاهلي بشكل رسمي او بشكل بروفيشنال، استحاله ده يحصل. انا ما بقولها من وجهه نظري، استحاله ده يحصل. هبقى قادر يعني يتباع في الشتاء، يا اما زي ما قلتها لكم بالطريقه دي، اللي هو اللي هم دايما بيقولوها علينا لما بنجيب لعيب. ماشي. حاجه كده معديه في النص، رد ناري من سيد عبد الحفيظ على احمد سليمان، بيقول انت مش عشان عندك القدره الماليه، يعني قصده كده القدره الماليه، عايز تقلل عدد المحترفين. احنا طبعا زي ما انتم عارفين 6 محترفين في كل فريق او 5. فطبعا الكابتن سيد في الحلقه دي كان بيتكلم عن ان العدد يوصل ل7 و8، ايه المشكله؟ ويتحط برضه شروط ان يبقى فيه في الملعب عدد قليل، بس يبقى عندنا آه، تخمه من اللعيبه الافارقه او الاجنبيه نقدر ان احنا ندعم بيها الفريق، ان انت بتلعب في بطولات كتير. الوحيد اللي كان بيقدر يلعب ب3 فرق هو مانويل جوزيه، ما شفناهاش تاني. كان عنده فرقه للدوري، وفرقه للكاس وللسوبر المحلي، وفرقه للدوري ابطال وكاس عالم. والله كان 3 فرق انا كنت بشوف ده. يعني انا برضو كان مانويل جوزيه في 2006 تقريبا ده حصل، كان عنده 3 فرق بيلعب بيهم، او 2008 يعني الفتره اللي مانويل جوزيه كان مبدع فيها مع الاهلي وبناخد فيها كل البطولات، كان عندنا 3 فرق والله. وال3 فرق كانوا احسن من بعض، حتى لو كان في الفرقه الثالثه اللي هي بتاعت الكاس والحاجه والبطولات المحليه،
كان عنده ناشئين وبتاع، كنا بنشوف يعني شفنا لعيبه كتير ناشئين بيلعبهم وكانوا مبدعين. فالوحيد اللي عملها وما شفناهاش تاني. فكابتن سيد بيتكلم في حاجه ان النادي الاهلي بيلعب ببطولات قاريه، بطولات عالميه، بطولات يعني محدش في مصر وصل لها. فاحنا او يعني احنا عايزين نشوف بقى ايه تطورات. ف- فبيقول له كده يعني، رد عليه يعني ان هو لا احنا نقلل وبتاع. طب انت معكش فلوس تشتري، احنا ذنبنا ايه؟ تقلل وعايز تقلل كمان اللعيبه العدد اللي موجود عن خمسه؟ لا طبعا، يعني استحاله ان ده يحصل. الصوره دي بقى صوره من مشجعين اهلاويه. ده قميص وسام، زي ما قلت لك يا وسام. الجمهور يا اما هيطلعك فوق يا اما مش هيشوفك تاني. فخلي بالك بقى لو انت هتلعب تاني مع الاهلي. واخر حاجه استاد النادي الاهلي، ويا رب اعيش واشوف واحضر ماتشات الاهلي في الاستاد. تطورات كتيره حصلت في الاستاد، وكان كابتن خطيب ومجلس الاداره في زياره لموقع الاستاد وبيشوف اخر التطورات. وصلنا لحفر حوالي 9 متر تحت في استاد النادي الاهلي. يا رب اعيش واشوف النادي الاهلي وهو بيلعب في الاستاد دوت باذن الله. وان شاء الله النادي الاهلي فوق وانتهينا من كاس العالم، وان شاء الله نركز بقى في اللي جاي والبطولات المحليه او بطولات افريقيا او كل البطولات اللي الاهلي هيشارك فيها باذن الله. وان شاء الله نشوف الاهلي دايما فوق. وسلام عليكم.